اكلتنا النهارده في اكل صيامي من الاكلات اللي كلنا بنعملها، ما فيش حد ما بيعملهاش، بس كل واحد فينا له تركه معينه بيعملها بيها. في ناس بتعملها بالبصل، تقلي التقليه بتاعتها بصل. في ناس تقول لا بصل مع توم. في ناس توم بس. كل بيت وله بصمه في اكله النهارده، واكله ما بنختلفش عليها ولازم بنعملها في الصيام. اكله حلوه قوي قوي. الاول بحط حبه زيت، حبه كده حلوين، لو عندك زيت زيتون هتبقى اجمل. وبحط حبة توم كده برضو، انا بحب سواء توم او بصل يبقى كتير كده في التقلية، بيديها طعم حلو. هبتدي احمر التوم بتاعي. التوم عشان طالع من الفريزر يعني خد وقت شوية في التحمير. مش هحمر التوم قوي، انا بحب التوم يكون لونه كده ذهبي وجميل زي ما احنا شايفين. لو وصلتي معايا بقى لغاية دلوقتي يلا لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اضغطي على زر الاشتراك الأحمر وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل الأكلات الصيامي أول بأول أول ما بتنزل الأكلة. كده خلاص تمام، التومة بتاعتي خلاص كده تمام. هنزل بعصير الطماطم. انا هبقى اعمل لكم برضو فيديو في مرة عن الطماطم انا بعملها ازاي. مش بعصرها وخلاص، لا الطماطم اولا انا ببقى مخرجاها من الفريزر، وهنشوف بنعملها ازاي بس مش وقته دلوقتي. انا عندي هنا دمست الفول زي ما احنا شايفين، فول بيتي عاملاها في البيت. باخد حبة من الفول واحطهم، نص المقدار تقريبا. نص مقدار الفول التاني انا بهرسه زي ما احنا شايفين كده، بحيث انه يخلي كده قوام الطبق بتاعي يبقى لافف، ما يبقاش كده صايص. فنصه انا بعمله بهرسه، ونصه بسيبه حب سليم. في برضو بعض الناس بتسيبه كله حب، في ناس بتعمله كله مهروس، زي ما انتي عايزة، بس انا بحب الطريقة بتاعتي. نص معلقة صغيرة كمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، ده اساسي لازم يعني ما ينفعش استغنى عن حاجة منهم. معلقة من الملح طبعا، وطالما في طماطم فهحط حبة سكر عشان حموضة الطماطم. واسيبهم يغلوا مع بعض كده 5 دقايق لغاية ما الاقي القوام بقى جميل. بحط حبة فلفل اخضر، الفلفل كان حراق قوي فعشان كده حطيت حبة قليلين، ده طبعا يرجع ليكي. بعد كده رشة بقدونس او رشة كزبرة، وكلي احلى فول بطماطم.